السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق ويا صباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة كده. شايفين الخير والرزق والجمال، اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لنا في أرزاقنا جميعا يا رب، ويرزقنا ويرزقكم من واسع فضله وكرمه يا رب، اللهم آمين. هنا زي ما احنا شايفين كده المنظر ده ما بيتكررش كتير، فانا حبيت كده اوثق اللحظة دي معاكم علشان نكون شايفينها ونتكلم عن تفاصيل المشهد ده، ازاي وصلنا ليه من البداية لحد ما وصلنا للمشهد الجميل ده. طبعا البطة كمان كانت الحمد لله اللهم لك الحمد، مطلعنا بط ومطلعنا كتاكيت زي ما احنا هنشوف كده مع بعض في الفيديو. طيب اشمعنى البطه دي اللي خصصتيها يا مشاهد ان هي ترقد على بيض فراخ؟ طبعا البطه دي يا جماعه انا مجرباها عندي قبل كده، يعني مجرباها عندي قبل كده في التطليع، فعارفه ان الحمد لله اللهم لك الحمد بتطلع رومي، بتطلع فراخ بلدي، وبتطلع بيض البط. مش اي بطه بترقد ان هي تطلع الطرطدي، ان هي ترقد وتطلع بيض الفراخ وبيض الرومي. انما الغالب بتاع البط بيطلع بيض البط عادي، ما فيش اي مشكله. هنا البطه دي سبحان الله لما جيت اجرب معاها اول تجربه، جربت في 4 بيضات فراخ بلدي، 4 بيضات فراخ بلدي مع بيض البط بتاعها اللي كانت بيضاء، والحمد لله طلعتهم. فمن هنا عرفت ان البطه كويسه في التطليع، ومش خايفه من الكتاكيت ولا مستغربه شكلها ولا مستغربه بيضه الفراخ ولا اي حاجه خالص من اول الركود لحد ما طلعت. فبالتالي لما جيت تاني وش ارص لها، رصت لها عدد بقى كويس، اما ترص لها الوش كله بيض فراخ، اما ترص لها نص البيض فراخ ونص بط، على حسب ما حضرتك حابه انك تفرخي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع، يبقى جزاكم الله كل خير. طيب اشمعنى دي بقى اللي اخترتها ان انا ارص لها بيض فراخ؟ اولا علشان البطه دي بطه اميه قديمه عندي، فبالتالي ده كان سابع وش ليها. سابع وش ليها، ده كان سابع وش ليها. ما كانش الوش المفروض نبطها عندي ببيض 6 بطون في السنة، وبعد كده بتريح شهرين ونص وبعد كده بترجع تبيض تاني. لا دي بقى جابت 6 بطون يعني بعدها ب 12 يوم لقيت عليها بيضة، ما ريحتش وما غيرتش ريش، فعملت ايه؟ قامت بيضة، فجابت وش سابع اللهم بارك. فبالتالي كان عدد البيض هنا قليل، بيضت يومها تقريبا 9 بيضات. اللي بيضتهم ما بيضتش حاجه غيرهم، استغربتها، كانت اول مره تجيب عدد قليل. اللهم لك الحمد طبعا على اي رزق ربنا يبعته لنا، بس انا بتكلم في التجربه كلها عشان المعلومه تكون واصله لحضراتكم. فقلت طب انا هعمل ايه؟ قلت خلاص هي جت من عند ربنا واستغلها ورقد لها ايه، احط لها بيض فراخ. عندك بقى فراخ بتبيض هتجيبي لها بيض، ما عندكيش هتشتري بيض وترصه لها ايا كان. طب انا لو ما عنديش راح اشتري بيض ليه وارصه لها؟ ما انا اشتريه كتكوت احسن. هقول لكم يا جماعه، الفراخ اللي هي بتكون طالعه رقد بتكون مناعتها فوق الممتازه، ولا محتاجه معاكي تحصينات، ولا تيجي لعمر الشهر ونص وتموت، ولا عمر الشهرين. ليه؟ لان مناعتها بتكون كويسه، طالعه رقد طبيعي رباني. طالما امهات الفراخ اللي بيضه البيض كويسه خاليه من الامراض، ده اضمن من الشراء. طبعا الكتاكيت اللي بره في اكيد في اماكن بتبيع حاجه كويسه، حاجه مثلا بتكون واخده التحصين الاولي بتاعها، او الامهات بتاعتها متحصنه تحصين دوري، فبالتالي فراخها بتكمل وبتعيش. وفي لا، طب انا هميز ده من ده ازاي؟ مش هتعرفي. فبالتالي بنفضل ان احنا نجيب الرقد افضل، سواء عندك بقى بيض وهتفرخي منه، سواء هتشتريه. فقلت خلاص انا هستغل البطه ديت وهرقدها وانا ورزقي. وجيت رقدتها بالفعل، رقدت على بيض البط بتاعها. وبعد 9 ايام من الركود رصت لها بيض فراخ، علشان بيض الفراخ بيطلع على 21 يوم، وبيض البط بيطلع في الصيف على 30 يوم. في الشتاء يا جماعة بيض الفراخ بيطلع على 21 يوم برضو سبحان الله. اما بيض البط بيتأخر، بيطلع على 34 يوم واحيانا 36 يوم. شايفين الفرق؟ سبحان الله. اما بيض الفراخ صيف شتاء هو ال 21 يوم. فبالتالي لما رقدت 9 ايام قمت رصلها بيض الفراخ، طلع لنا الحمد لله اللهم لك الحمد الجمال والمنظر اللي احنا شايفينه ده، اللهم بارك. حاجه كده كويسه وحاجه كده زي العسل.
ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب. طبعا الفراخ عندي ممكن تطلع بدري قبل البط يوم، او البط يطلع قبل الفراخ يوم، عادي ما فيش مشكله، ما فيش اي مشكله خالص. المهم انها تطلع، او حتى قبلها بيومين او بثلاثه برضو ما فيش مشكله. المهم ان هي تطلع. متخيلين بقى الكام بطه اللي هي مطلعاهم دول؟ لو حضرتك ربطيهم وخلتيهم عندك سلاله، البطه الاميه بيكون البيضه بتاعتها قد بيضه الوزه، فبيكون البطه اللي بتطلع منها النتايه او الذكر تشوفيهم تقولي ده هم مسكوفي صافي من اللي بيجيب 5 كيلو 6 كيلو. ليه؟ لان حجم البيضه بتاعتها بيكون كبير، فبالتالي البطه في مراحل النمو بتاعتها بيكون حجمها كبير وبتوزن اكتر من الطبيعي. فهنا البطه اللي هي الاميه القديمه دي كنز بصراحه، هي كنز، بس انتاجها في البيض بيكون قليل، بيكون قل شويه عن اول 3 سنين، لان انا بجدد الامهات بعد 3 سنين، 3 سنين 3 سنين ونص بجدد الامهات. فاللهم بارك كده، ده الرزق اللي طلع لنا. انا بجد بكون اي رزق طالع بكون مبسوطه بيه جدا، بكون مبسوطه بالتجربه نفسها ان انا انزلها لحضراتكم عشان تشوفوها. وبرده تجربه ان البطه تطلع كتاكيت رومي كانت تجربه يعني بجد سعيده جدا جدا بالنسبه لي، ان الحمد لله سعيت على حاجه وحطيت حاجه في دماغي واشتغلت عليها وسعيت عليها وربنا كرمني منها. دي يعني ده في حد ذاته حاجه تبسطني. يعني لو هتربي كام بطة وكام فرخة دول هيملوا عندك الدنيا فراخ، ويبقى عندك سلالة فراخ بقى تسللي منها على طول سنين وسنين. يعني يوم ما تحبي تجددي الفراخ دي لما بتكبر بنجددها يا جماعة على 2.5 3. الفراخ البياضة اللي بتبيض 2.5 3 تذبحيها، تكوني فرختي قبل كده منها وكبرتيه وقرب عندك يبشر بالبيض، خلاص بدأ يبشر، قومي دابحة الأمهات الكبيرة كلها. بكده يبقى عندك سلالة بقى لسنين. وبرضو بعد 2 ولا 1.5 تبدأي تكوني كبرتلك شوية. بس احنا بالنسبة لنا، يعني انا بالنسبة لي بحب افرغ بيض الفراخ البلدي على طول ان انا اذبحه للاكل، مش شرط عشان البيض بس. حاجة كده اللهم بارك، ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب. شايفين الخير والرزق والجمال، حاجة كده زي العسل. هم شايفين منظرهم بجد. المنظر ده انا علشان عندي حب للتربية وعندي غريزة كده ان انا افرغ طيور على طول، فبجد ما شاء الله بكون مبسوطة جدا جدا بالانتاج اللي بيطلع. بقى فيهم بقى كام فرخة كده، كام ديك بقى فيهم، كام بربرة، ايا كان لونهم، المهم ان انا يكون طلع عندي حاجة رق وحاجة انا سعيت عليها. فده بالنسبة لتفاصيل الرقد بتاعتهم. ايام الفحص كنت بفحص كل اسبوع مرة زي ما احنا متعودين. لو في اي بيضة كده بشيلها. طيب هو في بطة بتساع عدد كبير وبطة بتساع؟ طبعا يا جماعة البطة كل ما حجمها كبر معاكي كل ما تساع معاكي لحد 24 بيضة 25 بيضة. البط الكبير عندي ما شاء الله برقده على 25 بيضة و24 بيضة. البط الوسط على 19 بيضة او 20 او 19. ممكن نرقد بطة على 16 او 18، يعني كل بطة برقد لها على حسب ما تساع معايا عدد قد ايه. ربنا يبارك لنا.